طبعا مش جاي اقول لك مبروك للنادي الاهلي السوبر المصري على حساب بيراميدز، ولكن ده حاجة انت عارفها كويس قوي. وبرضو عارف ان مبروك للنادي الاهلي السوبر الافريقي لكرة اليد على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك والتأهل لسوبر جلوب واللعب في كأس العالم للأندية. ولكن لك ان تتخيل بالارقام ان باتشيكو النادي الاهلي عمل له عقده. باتشيكو المدرب الكبير القدير اللي خرف بعد المباراه الاخيره قدام النادي الاهلي في السوبر وطلع وقال انا عرفت ان مرتضى منصور عنده حق. لا، هو مرتضى منصور مش عنده حق، انت اللي قريت المشهد غلط، وانت اللي بدأت بتشكيلة اعتقد انها فيها بعض من الاخطاء. ولكن في النهاية باتشيكو لازم تعرف ان انت عندك 3 ارقام صعبة جدا. باتشيكو خسر 3 نهائيات قدام النادي الاهلي. اول نهائي وهو نهائي القرن لما كان مدرب لنادي الزمالك، والقضية ممكن واي قذيفة جاءت يا باتشيكو. هو لحد دلوقتي قاعد بيدور على القذيفة دي جت منين، فهو لحد دلوقتي لسه ما لقاهاش. ولسه من شهرين ولا حاجة ولا شهر ونص نهائي كأس مصر برضو على حساب نادي بيراميدز ويكسب النادي الاهلي عليه. واول امبارح الاهلي يتوج بالسوبر المصري على حساب بيراميدز وباتشيكو. باتشيكو المدرب الاول في التاريخ اللي يخسر 3 نهائيات امام النادي الاهلي في فترة زمنية قصيرة جدا يعني. وده بالنسبة لمباراة السوبر وبالنسبة لباتشيكو. ولكن في حاجة مهمة جدا انت لازم تعرفها. لازم تعرف ان مثلا الكلام اللي حصل على الممر الشرفي ان ما عداش منه رمضان صبحي، انا حابب اتكلم على الحتة دي. هاخد الحتة دي كده من وسط الفرحة الكبيرة دي واتكلم عليه، وهقول لك ليه. رمضان لاعب خلاص، هو يعني ساب النادي الاهلي وشاف دنيته وشاف سكته وراح لنادي بيراميدز. ولكن اللاعب مش عايز يمر تاني بالانكسار. اللاعب موجوع، اللاعب متأثر جدا ومكسور، وده حقيقي. مش عشان انا اهلاوي، لا، هو رمضان صبحي فعلا مكسور، ولازم تكون عارف ان هو اساسا مكسور وضايع. رمضان صبحي حتى ما عندوش ثقة في نفسه ان هو يطلع تاني على المنصة ويعدي ويتاخد الصورة الانهزامية اللي بتتاخد في كل مرة. فعشان كده الضغط اللي واقع على رمضان صبحي كبير جدا. ولكن رمضان محتاج ان هو يفوق من اللي هو فيه، ودي نتيجة غلطتك، واللي بيغلط مع الاهلي يستحمل ويشيل. وبالنسبة لسقوط محمود متولي اللي كان حديث الناس كلها في سقوط محمود متولي، والحمد لله قام بالسلامة. ولكن محمود متولي بنسبة كبيرة الحمد لله ما فيش اي حاجة خالص، ولكن هيتعرض ليه راحة، وفترة من الراحة عدى منهم 3 ايام، باقي يومين، يعني ممكن يلحق مباراة الترجي وممكن ما يلحقش. واعتقد اللي هيبقى اجهز لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هيكون ياسر ابراهيم، وش بدون كلام يعني. و حاجة كمان أخيرة في المباراة، الخناقات اللي حصلت في الوقت الأخير إن الكرة طلعت تماس، لا ما طلعتش تماس، ولاعيبة بيراميدز كملوا على ما كملوا عليها، وفي الآخر حصلت الخناقة اللي كلنا شفناها. حكم المباراة التقرير بقى طلع، تقرير حكم المباراة طلع وقال ان مفيش لا عقوبة لا على النادي الاهلي ولا على نادي بيراميدز باي شيء كان. يعني مفيش خلاص عقوبة، هو الراجل اكتفى بالانذارين اللي طلعهم وقت المباراة وخلاص، ومفيش اي عقوبة على اي من الفرقتين. ده بالنسبة لتقرير حكم اللقاء. الحاجة التانية بقى اللي محتاج اكلمك فيها وهي البيتسو موسيماني، الراجل اللي حفر اسمه في قلب كل واحد اهلاوي. طلع ابو تريكة واشاد بيه واتكلم عليه احسن كلام، ورد هو على ابو تريكة باحسن تقدير. وللمعرفة وللمعلومة ان هو تأهل مع نادي اهل جدة ليلعب في الدوري السعودي للمحترفين، ويتقاضى بقى او ياخد المكافأة بتاعته وهي 10 مليون دولار عشان صعد بنادي اهلي جدة. وعند اهلي جدة هنا طلع كلام كتير شفته من امبارح شغال الكلام ده، والله عايز علي معلول بيتسو موسيماني بيكلم إدارة أهلي جدة إن هو عايز بيرسي تاو. كل الكلام ده
كلام عار تماما من الصحة، ما فيهوش اي حاجة من الصحة. وبعدين زكاة النادي الاهلي ما فرطش في لعيبة في عز الانتكاسة، في عز ما كنا بنقول النادي الاهلي لعيبته دي مشطبة ولازم تتغير، والنادي الاهلي صبر على اللعيبة بتاعته دي فمش هيسيبها دلوقتي وانا داخل على نص نهائي دوري ابطال افريقيا. اهم من اي حاجة انا مش شايف ومش سامع اي حاجة، انا مركز بس دلوقتي في افريقيا، عشان خلاص هو بالفعل اوريدي اللعيبه خلاص جهزت نفسها لمباراه الترجي التونسي اللي هتكون في رادس ان شاء الله. مفيش اي كلام تاني، السوبر خلاص خدناه وكسبنا وشكرا، يلا نشوف البطوله الجديده. وهي دي عاده النادي الاهلي، عاده النادي الاهلي ان لو خد 20 بطوله ضاعت منه او سقطت منه بطوله منهم يزعل عليها، مش لو خد بطوله من ال20 يهلل ويعمل افلام هندي كبيره. النادي الاهلي لو سقط منه من ضمن ال20 واحده تبقى كارثه، تبقى مصيبه. هو النادي الاهلي عودنا على كده، واحنا كجماهير ما نعرفش نعيش غير بكده مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. اخر حاجه بس كده في موضوع الجماهير، لحد دلوقتي المباراه هتكون بدون جماهير، مباراه الاهلي ومباراه الترجي التونسي اللي هتكون في رادس، فهي ان شاء الله هتكون من غير جماهير. ومباراة العودة بقى هتبقى الجمعة اللي بعدها بإذن الله، هتبقى في القاهرة ان شاء الله. نروح لأخبار تانية، ومعانا خبر لنادي الزمالك، وهو في كلام كتير بيثار عن عزل مرتضى منصور من منصبه رسميا، او تنفيذ قرار العزل وعدم الظهور على قناة نادي الزمالك تاني. ده قرار كل زملكاوي حرفيا اعتقد ان هو بيتمنى حاجة زي كده، عشان كفاية بقى الوش، وكفاية بقى المشاكل، وكفاية بقى البلبلة اللي حصلت على نادي الزمالك وبقالها كتير قوي. تمام، فكفاية لحد كده قوي. طبعا هتقول لي ما احنا الكلام ده سمعناه كتير، بس الكلام ده المرة الوحيدة دي طالع من مجلس الدولة. مجلس الدولة دي جهة تنفيذ، يعني لازم وواجب النفاذ، يعني القرار ده محتاج ان هو يتنفذ، مش لسه هيبقى فيه استئناف والكلام بتاعنا ده اللي بناخد فيه مواويل كبيرة. لا، ده قرار واجب النفاذ على طول. فهنشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل، وهل هيحصل تغيرات ولا لا. وبالنسبة لطلبات أوسوريو، الراجل طالب عايز جناح ايمن وعايز جناح ايسر. الراجل بيطلب كمان ان هو محتاج تدعيم لخطوط للباكات، فهو ده اللي طلبه الراجل أوسوريو لحد دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك. وبالنسبة لعبد المجيد، الراجل مش مقتنع بيه قوي، يعني شايف ان عبد المجيد محتاج ان هو يعني ايه زي ما بيقولوا كده ياخد اكتر، محتاج ان هو يتزق شوية، لان الراجل مش مقتنع بيه بنسبة كبيرة. طبعا الونش كان شايل معاه وكان خدمه كتير، فلما الونش اتصاب وبتاع بقى هو لوحده، ولكن هو لعيب كويس جدا ومبشر، ولكن الراجل شايف ان هو محتاج حد افضل شوية. خلي بالك الراجل حاطط تحت الميكروسكوب للتقييم عمر جابر، فالراجل لسه. لكن بالنسبه لعبد الله جمعه وبالنسبه لرؤى، الراجل ما عندوش مشكله ان لو في اعاره مناسبه ليهم او في حاجه يطلعوا، الراجل مش هيمانع. وهنشوف تأثيره كويس جدا على نادي الزمالك الفترة الجاية. الراجل جاي يشتغل، جاي يعمل لنفسه اسم، مدرب كويس، نتمنى له كل التوفيق، عشان عايزين الدنيا تشتعل تاني، ولكن فنيا في الملعب بس، بين كل الفرق المصرية. اخر حاجة بقى، ودي لازم تقف عندها كده وتهدى، وهو محمد عبد الشافي يعلن اعتزاله رسميا للعب كرة القدم. محمد عبد الشافي نجم وكابتن نادي الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم. اللاعب الخلوق، اللاعب المحترم، اللاعب اللي ما فيش اهلاوي او زملكاوي يقدر يختلف عليه، اللاعب اللي ما ينفعش اساسا يضيع كورة وتقول عليه مثلا يا عم انت ضيعت ايه، لا، ما تعرفش ان انت تقول على عبد الشافي كده. من احترامه وادبه الناس كلها بتحبه، فنتمنى لعبد الشافي كل التوفيق فيما هو قادم. واتمنى اشوف عبد الشافي والنماذج الكويسه دي، عبد الشافي، حازم امام، الناس الكويسه دي الواحد نفسه يشوفها متبروزه كده في نادي الزمالك، عشان دي فعلا من اساطير نادي الزمالك او من نجوم نادي الزمالك. لكن معلش يعني
لما يطلع واحد زي جمال عبد الحميد ده ويقول لي النادي الاهلي كسب السوبر المصري بس نادي الزمالك كسب سوبر الكرامه والوطنيه. انت مضحك على فكره. انت اللي انت بتقوله ده ضحك بس. ده ضحك. ده احنا محتاجين كده نكته كده ونفضل نعمل عليها افلام كتير على كل اللي بيتقال على قناه نادي الزمالك من شويه الناس اللي محطوطين، اللي الواحد اساسا هم معروفين شغلانتهم ايه. نفسي يطلعوا مره يقولوا مبروك. نفسي يطلعوا مره كده يقولوا مبروك. نفكنا بقى من شغل بقى ده شعوذه ده سحر ده الحكام ده اللي مش عارف ايه ده الايه ده الايه. ما كفايه بقى. هو ايه الاهلي ما بيكسبش خالص كده؟ يعني هو انتوا شايفين ان الاهلي مش هيكسب خالص بمجهوده؟ مش هيكسب خالص بلعيبته؟ مش هيكسب خالص في اي بطوله؟ طب سيبنا من الكوره نخش على اليد. طب سيبنا من اليد خش على الطايره. انت كنت بتكسب وانا بكسب. خش على السله. انت بتكسب وانا بكسب. طب ايه؟ مبروك مره تتقال عشان حتى حسن المعامله. لكن قناة نادي الزمالك محطوط فيها شوية ناس حرفيا محتاج يتحطوا في الغسالة كده عشان يتعمل لهم غسيل مخ وتنظيف للمخ، لأن مخهم مليان حاجات كتيرة محتاج إنها إيه تتشال منها والله. وبس يا سيدي، كان كل ديت الأخبار اللي كانت معايا النهاردة يا صاحبي، وأتمنى أشوفك في حلقة جديدة. وما تنساش تصلي على النبي، ولو أنت لسه ما اشتركتش في القناة تنزل حالا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. تصلي على النبي. والسلام عليكم يا صاحبي.